تعرف إن أغلب الناجحين ما بيقضوش أوقات فراغهم زي باقي الناس؟ اللحظات اللي انت بتعتبرها راحة هم بيستخدموها علشان يجهزوا للقفزة الجاية. مش وقت الشغل هو اللي بيصنع الفرق، ده وقت الفراغ هو اللي بيكشف مين فعلا ناجح ومين بس بيتظاهر. الناس اللي بتنجح بجد بتعامل وقت الفراغ كأنه كنز، مش علشان تشتغل فيه أكتر، لكن علشان تستثمره صح. في ناس بتقضي وقتها في الشكوى، وفي ناس بتقضي نفس الوقت في التطوير، في القراءة، في التأمل، في مراجعة نفسها وتخطيط خطوتها الجاية. الفرق مش في الوقت، الفرق في العقلية اللي شايفة إن كل لحظة فاضية فرصة تتحول لخطوة لقدام. الناجحين بيستغلوا الهدوء علشان يعيدوا شحن طاقتهم، بس بطريقة ذكية، مش بالسوشيال ميديا ولا المقارنات. هم بيركزوا على تطوير نفسهم حتى وهم بيرتاحوا. انت ممكن تبص على واحد ناجح وتقول هو عنده حظ، بس اللي مش شايفه إن وقته الحر بيصرفه في حاجات بسيطة بس بتصنع فرق ضخم على المدى الطويل. النجاح مش لحظة ولا صدفة، ده نتيجة عادات صغيرة بتتكرر كل يوم، خصوصاً في اللحظات اللي محدش شايفك فيها. فسؤالي ليك دلوقتي، لما يكون عندك وقت فاضي بتعمل بيه إيه؟ بتضيع وقتك ولا بتبني نفسك؟ الناجح الحقيقي هو اللي بيخلق معنى من كل دقيقة، وبيفهم إن التوازن مش راحة، التوازن هو إدارة واعية للوقت والطاقة. من النهاردة جرب تستخدم وقتك الحر كأنه استثمار فيك. مش لازم تعمل حاجة ضخمة، ابدأ بحاجة بسيطة بس تكون بتقويك. وقتها هتكتشف إنك مش بس عايش وقتك، إنت بتصنع مستقبلك.